يا مساء الرزق ويا مساء البركة والستر على كل متابعين قناة خير بيوتنا مع سمسمة. وحشتوني جدا جدا. النهارده انا جايه بقى، بصوا جايبه لكم الخلاصه اللي مفيش حد بيقولها، خصوصًا بقى أصحاب مكاتب يعني بيع الكتاكيت. طبعًا أنتم عارفين إن السوق مليان أنواع كتاكيت بيضا، الكل محتار أجيب كاب والّا أجيب روس، طب أجيب الأربو أحسن والّا الإفيان، وكمان في الهبرد في الIR. فإحنا عندنا يا جماعة 6 أنواع أو 6 سلالات من الكتاكيت البيضا، دي الأنواع الأساسية. بس طبعًا السؤال بقى المهم اللي إحنا دايمًا بنسأله لنفسنا، إيه أفضل نوع بيكبر بسرعة الصاروخ؟ إيه اللي مناعته عالية، فإيه اللي هيدّينا لحم بسرعة؟ فالنهارده بقى أنا جاية في قناتكم خير بيوتنا مع سمسمة عشان أقول لكم على الإجابة على السؤال ده اللي محيرنا كلنا، وكمان إزاي توصلوا لوزن 3 كيلو في 40 يوم. هنعرف مع بعض بقى مين في أنواع الكتاكيت اللي بيشيل لحم، مين اللي بيستحمل الجو. فركّزوا معايا يا جماعة عشان الفيديو ده دسم جدًا ومليان معلومات هتفيدكم جدًا، جدًا، خصوصًا لو عملتوا اللي أنا هاقول لكم عليه في الفيديو ده هتوصلوا لوزن 3 كيلو مستريح أوي. دورة ناجحة مش هتتعبكم، ما فيش أمراض إن شاء الله. فبس ركّزوا معايا لنهاية الفيديو. خلّونا بقى كده الأول نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. تعالوا نبدأ أول حاجة بالكتكوت القَب. القَب في الشتا ممتاز، ممتاز، ممتاز يا جماعة، بيستحمل البرد بس بشرط إن إحنا ندفّيه كويس جدًا. لو دفّيتوه صح هتاخدوا منه أعلى وزن. ميزته طبعًا إنه بيرمي في الصدر، يعني صدره عريض، فطبعًا بيبقى مطلوب جدًا علشان بيتعمل منه بانيه. يعني لو هتعملوا مشروع أو حتى أنتم هتربوه وتسيبوه بيجيب وزن عالي وفي نفس الوقت بيرمي في الصدر، فتقدروا تعملوا منه بانيه بسهولة جدًا. كمان بقى لو تعب أو حاجة لا قدّر الله، فهو استجابته للأدوية بتكون سريعة، يعني تدّي له الدوا فبيخف بسرعة. نيجي للنوع التاني معانا وهو الرُّز، ده بيستحمل الحرارة بس في الشتا بيبقى تقيل، يعني مش أوي في الشتا. هو الأساس بتاعه إن هو بيتربى في الصيف علشان بيستحمل الحرارة الزيادة. ده بيرمي اللحم بتاعه في الورك أكتر من الصدر، فهتلاقي الورك أكبر من الصدر. في كمان نوع الIR، ده نوع محترم جدًا، بيرمي في الصدر وبيرمي في الورك وزي الفل، بس عيبه إنه يعني لو تعب منّكم مش بيستجيب بسرعة للأدوية، يعني بيبقى رخم عشان يخف، فبتبقى مشكلة كبيرة جدًا، فمناعته مش قد كده أوي، يعني محتاج حد إيه، يكون عينه في وسط راسه زي ما بيقولوا كده وهو بيربّي. طَب تعالوا بقى ندخل على النوع اللي بعد كده وده هو الأربو. الأربو ده بقى هو الجوكر. ليه بقى الجوكر؟ علشان ده بيجمع بين الصدر والورك، يعني بيجمع ما بين القَب وبيجمع ما بين الرُّز، فيعني هتلاقوا كده إن الوزن متوزّع على الفرخة، شكل الفرخة كده كلّها واخدة نفس الحجم، يعني الصدر قد الورك، فاهمينّي؟ ما فيش بقى حاجة، مش ورك بقى كبير أو صدر كبير، فبتلاقي شكل الفرخة كده من برّه متناسق يعني، بتوزّع الوزن في الاتنين. فده برضه نوع كويس جدًا، تقدروا أنتم تشتغلوا بيه شغّال صيف، شتا، نوع زي الفل جدًا. نيجي بقى للنوع اللي بعد كده وهو الهبرد والإفيان. بُصّوا يا جماعة، الهبرد والإفيان دول الأنواع اللي بتبقى من غير ريش، مش ساعات أو يعني ريشهم قليل. ساعات كده بنجيب فراخ بتبقى ما فيهاش ريش أو تحسّوا إن الريش بتاعها قليل واللحم بتاعها باين أكتر من ريشها، يعني بيسموه كده إيه، كتكوت الأقرع. ده بيبقى حلو أوي وممتاز وزي الفل بس في الصيف، يعني ما ينفعش في الشتا، لإن طبعًا الريش أنتم عارفين إن هو برضه بيدفّي، فلمّا تبقى جسم الفرخة ما فيهاش ريش بتبقى بردانة، فهتكلّفكم زيادة في حتّة التدفئة في الشتا. فعشان كده طبعًا هو يعني بصراحة أنا مش باشجّعه تمامًا إن أنتم تجيبوا النوعين دول اللي هو سواء الأفيان أو الهبرد في الشتا، يعني عايزين تربّوهم ربّوهم في الصيف أحسن، وبرضه هم يعني كتاكيت برضه كويسة ما فيش فيها مشكلة خالص يعني. دول كده ال6 أنواع اللي موجودين في السوق، قُلتها لكم كده يعني إيه في عُجالة وخلاصة كده سريعة، يعني إيه مميزات أو عيوب كل نوع. عايزة بقى أقول لكم على حاجة مهمة، إحنا يا جماعة لمّا بنروح نشتري فراخ من عند بتاع الفراخ، إحنا ما بنعرفش هي كانت نوعها إيه وهي كتاكيت، إحنا بنقول له عايزين فرخة، لا هنقول له قَب ولا هنقول له روس ولا هنقول له إفيان ولا هنقول له أي حاجة، ففي الآخر هو كلّها هي سلالة فراخ بيضا. فاهمين إزاي؟ إيه بقى اللي بيفرق إن دي تبقى كويسة أو لأ، أو إيه اللي بيفرق إن دي تجيب وزن أسرع والّا لأ؟ عايزة أقول لكم إن المهم هو الاهتمام والرعاية، وكمان نوع الكتكوت. يعني إيه بقى الكلام اللي أنا باقوله ده، وإيه برضه فعلًا أفضل نوع فيهم، هاقول لكم برضه إيه برضه أفضل نوع فيهم واللي أنا برضه بافضّله وناس كتيرة جدًا شغّالة عليه. بس خلّينا الأول نكون متفقين إن الاهتمام والرعاية هو اللي هيخلّوا الوزن يزيد معاكم لأعلى درجة.
فركّزوا بقى في الكلام اللي جاي ده، أول 10 أيام يا جماعة هم اللي بيعملوا الفرخة. أول ما الكتاكيت توصل لازم نستقبل على حرارة 34 درجة، الحرارة هي اللي بتخلّي الكتكوت شهيته تتفتح، يعني بيبقى نشِط ومنتشر كده في المكان وبياكل. تاني حاجة الفرشة، والفرشة مهمة جدًا، الناس اللي مش بتفرش حاجة تحت فراخها أنتم كده بتضيّعوا والله الدورة منكم تمامًا. الفرشة لازم تتفرش فرشة كويسة سواء تبن أو نشارة، اللي يعني متوفر عندكم واللي أنتم حابين إن أنتم تجيبوه واللي تكلفته تكون يعني أنتم قدّها. السُمك يا جماعة ما يقلّش عن 5 سنتي، وفي الشتا وفي البرد اللي إحنا فيه ده نحاول نزوّد السُمك ونخلّيه 7، خلّيه 10 عشان نعزل الكتكوت عن رطوبة الأرض، ما يبقاش رجليه ساقعة ورطبة، لو مسكتوا رجلين الكتكوت كده تلاقيها إن هي رطبة، في حين إن أنتم مخلّين درجة الحرارة 34. ما هي لو الأرض الأرض ساقعة هيبقى برضه الكتكوت بردان، فبرضه مش هيجيب الوزن برضه اللي أنتم متخيلينه خالص. وناخد بالنا برضه من حاجة مهمة جدًا وهي المساحة العددية. يعني ما نخلّيش المكان زحمة، فالفراخ ممكن تعرق والوزن يثبت وما يعرفوش ياكلوا كلّهم، ويبقى في تفاوت أوزان. لمّا بيبقوا كتير أوي وزحمة في المكان، في فراخ بتاكل وفراخ ما بتعرفش توصل للأكل، فهتلاقوا في إنه في تفاوت أوزان، في فراخ جابت وزن، وفي فراخ هتفضل معاكم هتطوّل معاكم في الدورة، وهتلاقوها إن هي وزنها قليل، فهتخسّر. وفي نفس الوقت برضه وهُم صغيرين ما نوسّعش أوي المكان، يعني ما يبقاش المكان واسع زيادة وهُم لسه كتاكيت فيبردوا مننا، يبقى إحنا كده ضيّعنا التدفئة على الفاضي. ناخد بالنا كمان من التهوية والرطوبة، والتهوية والرطوبة دول روح المكان. بُصّوا في مثلث كده معروف عشان ينجّح أي دورة فراخ، المثلث ده عبارة عن التدفئة، التهوية، والرطوبة. لو ال3 دول نجحوا فأنتم الدورة هتطلع معاكم ناجحة وممتازة وتجيبوا أعلى الأوزان توصلوا ل3 كيلو بفضل الله. فأهم حاجة يا جماعة في موضوع التهوية ده كمان، إن ما يبقاش في هوا يعني بُص يكون في هوا متجدد لكن من غير لطشة برد، ما ينفعش تمامًا يكون في هوا مباشر داخل على الفراخ. على فكرة ده صيف شتا، يعني ما ينفعش مش هنقول أصل هو الهوا اللي داخل هوا سخن مش هوا بارد، لأ، لو هوا سخن أو هوا بارد الاتنين نفس النتيجة، إن الكتاكيت بتتعب وبتاخد برضه برد، وهنبتدي ندخل بقى في ضعف مناعة وقلة أوزان وعلاجات ومضاد حيوي وشغلانة أنتم في غنى عنها تمامًا. لو أنتم اهتميتوا بالتهوية والتدفئة والرطوبة والرعاية زي ما أنا قُلت لكم، درجة الحرارة من أول ما يوصلوا الفرشة، الرعاية المناسبة والتربية المناسبة للكتاكيت هي اللي بتوصّل الكتاكيت لوزن عالي. مع كمان بقى برضه إن إحنا ممكن طول الدورة نبتدي ندّيهم في شوية أعشاب طبيعية، حاجات تزوّد المناعة، بحيث برضه إن إحنا يعني ما يتعبوش برضه مننا، ما نستناش لمّا هُم يتعبوا، لأ إحنا نزوّد المناعة بتاعتهم. يعني في فيديو بوصفات طبيعية وخلطات طبيعية أنا منزّلاه عندكم على القناة، ادخلوا شوفوه هيفيدكم جدًا، جدًا. نحط خلطات زيادة أوزان، نحط خلطات عشان نزوّد المناعة. فعايزة بقى أدّيكم كده إيه، يعني الخلاصة. صدّقوني أنتم لو عملتوا الكلام ده كلّه الكتكوت هيفور معاكم ويوصل ل3 كيلو بفضل الله بسهولة جدًا. فالخلاصة لو أنتم عايزين تربّوا في الشتا اشتغلوا كَبّ أو أربو، لو أنتم عايزين تربّوا في الصيف بلاش الكَبّ، وباقي الأنواع التانية حلوة بس الرُّس والأربو يعني هُم بيبقوا تمام في الصيف ودول أكتر حاجة الناس بتشتغل عليهم، يعني الحاجات اللي أنا قُلتها لكم دي اللي هي الكَبّ والرُّز والأربو دول أكتر حاجات الناس بتشتغل عليهم. وقُلت لكم إيه اللي ينفع في الشتا وإيه اللي ينفع في الصيف. طب الأهم بقى من نوع الكتكوت نفسه فرزة الكتكوت، الشركة اللي إحنا بنشتري منها أو المكان اللي إحنا بنجيب منه، لازم يبقى مكان ثقة، يعني ما ينفعش إن إحنا نجيب من أي حد ومن أي حتة. ما أنتم ممكن تبقى أنتم عايزين تجيبوا كَبْ بس الكتكوت نفسه جاي مش تمام، عنده أمراض مثلًا من الأم، أمراض من المعمل، من البيضة، هو مش كويس أساسًا مناعته مش كويسة، لكن هو الكتكوت نفسه الكَبْ كنوع كويس، لكن الكتكوت الفرزة اللي أنتم جايبينها فرزة مش تمام، فمش هتجيب معاكم وزن وهتخسّر معاكم جامد. فأنتم ممكن تجيبوا مثلًا أربو بس تكون شركة كويسة، فرزة كويسة، مناعة تمام، يجيب معاكم وزن أعلى من القَبْ اللي أنتم كنتم عايزينه. فعشان كده أنا باقول لكم لازم تختاروا حد ثقة، حد تجيبوا منه يكون كويس، يدّيكم الكتاكيت تكون فرزة كويسة. لو الكتاكيت فرزة كويسة والعلف اللي إحنا جايبينه ده مهم جدًا برضه. العلف برضه اللي إحنا جايبينه يكون علف شركة كويسة وعلف مش سوقي، ما فيهوش سموم كتير، علف ماشيين تمام وإحنا ماشيين طول الدورة بالاهتمام والرعاية، هتاخدوا دورة ناجحة ووزن زي الفل أكتر بكتير ما إحنا نهتم بإيه نوع الكتكوت اللي إحنا بنجيبه. أصل عايزة أقول لكم أنتم ممكن تروحوا تشتروا من بتاع الفراخ مثلًا محل أو مكتب بتاع فراخ، أنتم ما تبقوش عارفين هو عنده نوع إيه ويبقى عنده نوع واحد، ما هو ممكن تلاقي في مناطق مش فيها كل الأنواع، فما عندكوش حرية الاختيار. فبما إننا يعني ممكن ما يبقاش عندنا حرية الاختيار وإحنا مش عارفين إيه الأنواع أصلًا اللي عنده،
فممكن إن إحنا نجيب نوع كويس بس يكون حد ثقة، ناس كتير بتشتري منّه، ناس بتشكر فيه، يعني واخدين الكتاكيت من شركة تمام، فعارفين إحنا هنربّي إزاي التربية والرعاية تطلّع لكم بقى الوزن اللي أنتم عايزينه. دي يا جماعة كانت يعني الخلاصة كده في عُجالة، يا رب إن شاء الله أكون فدتكم النهارده في قناة خير بيوتنا مع سمسمة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك يا جماعة عشان أنتم بتشجعوني باللايك ده، اللايك ده مش هياخد منكم أي حاجة خالص، بس هو ده اللي بيرفع الفيديو وهو اللي بيشجعني إن أنا أنزّل لكم فيديوهات. وكمان عايزين share كتير عشان في ناس غيرنا كتير تستفاد، الاشتراك بقى يا جماعة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير يا أغلى أخوات وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير.